مين يصدق ان الجمال ده كله يطلع من البطاطا، وازاي حاجة بسيطة كده تطلع بالجمال ده. سلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو لسه بقى مش بتحبي البطاطا، فالوصفة دي حرفيا هتخليكي تحبيها من اول معلقة، وهتحسي انك مش عاوزاها تخلص من كتر حلاوتها وطعمها الغني. اي حد بجد يدوقها هيعشقها، حتى اللي عمره ما كان بيحبها. تحلية بسيطة ومش مكلفة، وفي نفس الوقت مغذية وطعمها بجد يجنن. امان عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي، تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة هي وجميع موتانا. ويلا بينا نشوف عملناها ازاي، بس ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان تحطوا لايكات كتير للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. اول حاجه هتحتاجي 3 او 4 حبات كده من البطاطا. اشتري طبعا اي حجم تحبيه، انا اشتريت الحجم الوسط ده. المهم انك لازم تنضفيها وتغسليها كويس قوي، وبعدين تنقعيها وترجعي تغسليها كويس وتصفيها من المية اللي موجوده فيها. بعد كده استخدمي قشرة البطاطس علشان تقشريها بسهوله، لان السكينه كمان ممكن تتعبك شويه وانت بتقشريها، فالقشره هتكون اسهل بكتير. انا النهارده هستخدم الكميه دي في صينيه صغيره. لو حابه بقى تعملي كميه اكبر فزودي كميه البطاطا. هقشر الكميه كلها بالشكل ده، وهزود كمان واحده كده علشان كنت حاسه ان انا محتاجه واحده زياده. اخدتها غسلتها مره كمان ونشفتها. وبعد بقى ما قشرنا الكميه كلها هنبدا نقطعها لمكعبات او شرايح تكون صغيره، وده طبعا علشان تستوي بسرعه وما تاخدش معايا وقت طويل على النار. حطيها بقى في حله تكون متوسطه علشان تستوي معاكي بسرعه. زودي بقى عليها معلقة كبيرة كده مليانة من السكر، وكمان كوباية من المية. كوباية كده صغيرة، يعني تقريبا نص كمية البطاطا تكون مية. غطيها بقى وارفعي الحلة على النار. النار بتاعتك تكون متوسطة علشان تستوي براحتها، ولازم تغطيها علشان البخار اللي هيطلع من البطاطا مع السكر هو اللي هيسويها. وطبعا ما تزوديش كمية المية علشان يعني البطاطا ما تبقاش بايشة، لان البطاطا لسه طبعا هتنزل ميتها. هتاخد بقى حوالي معاكي كده 10 دقايق على النار لحد ما تلاقيها بقت طرية خالص بالشكل ده. في الوقت ده بقى اهرسيها وهي لسه على النار علشان اي مية او بخار يكون فيها زيادة ينشف ويتبخر. ولحد ما تبقى ناعمة معاكي كده تبقى هي كده خلاص جاهزة. بعد كده اقلبيها بقى في طبق او في بولة كده تكون غويطة علشان نكمل باقي الاضافات. زودي كده معلقتين كبار من بودرة الكريم شانتيه، ودول طبعا اختياري، لو مش متوفرين مفيش اي مشكلة. هنزود كمان معاهم 3 معالق كبار من السكر، وكمان ربع معلقة صغيرة كده من الفانيليا البودر او السايلة، بتخلي ريحتها حلوة قوي. ده بقى المكون اللي هيحول البطاطا لحتة تانية خالص، ده كريم كراميل، عبوة كده جواها 2 مع بعض. هنسيب بقى صوص الكراميل كده على جنب اللي بيجي مع البودرة بتاعة الكراميل، وهننزل بأكياس البودرة على البطاطا والسكر بالشكل ده. حطيت الكيسين، وهنبدأ بقى نزود عليهم لتر كامل من الحليب أو اللبن. ضفنا بقى الحليب، ممكن بقى تاخديهم وتروحي كده على الخلاط على طول، بس أنا حبيت هنا استخدم المضرب السلك اليدوي علشان أوريكي إن الطريقة سهلة قوي. المهم إنك لازم تقلبي كل المكونات مع بعض لحد ما القوام يبقى ناعم تماما، وتختفي بقى أي كتل وما يبقاش أي أثر للبطاطا. هتلاقي بقى قوامها كريمي كده. بعد كده بقى خديها عديها على مصفى سلك علشان تبقى أنعم، وكمان تتخلصي من كل الألياف اللي بتكون موجودة فيها. طيب لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى كده تنزلي تحت في التعليقات، وما تنسيش الكومنت اللي هنصلي بيه على الرسول علشان كلنا ناخد الأجر والثواب مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبس كده. بعد ما تصفي بقى الكمية كلها، لو عندك بقى كاستر خدي منه كده معلقتين، ولو مش متوفر يبقى استخدمي معلقتين كبار من النشا، بس الكاستر بيدي لون جميل جدا. خدي كده معلقتين كبار ويدوبيهم كده في شوية مية بالشكل ده، وبعدين بقى ضيفيهم على البطاطا وقلبيهم كويس قوي. وشوفي بقى لو محتاجة هنا سكر زودي، انا زودت كمان معلقتين علشان حسيت ان هي لسه محتاجة. دوبي بقى السكر كويس قوي لحد ما تلاقي القوام تقل وبقى شبه قوام المهلبية بالظبط، بس خلي بالك لازم تقلبي باستمرار علشان ما تلزقش منك. وكده خلاص الخليط بقى جاهز. هاتي بقى اي قالب او صينية عندك، مش ضروري نفس الشكل، المهم انك لازم تدهني القالب برشة زيت او حتة زبدة من القلب كده ومن الجوانب ومن كل مكان علشان كمان تعرفي تقلبيها بكل سهولة. وبعد كده وزعي بقى صوص الكراميل بالشكل ده، وانزلي بقى بخليط البطاطا بالكراميل وهو لسه سخن على طول.
ما تحاوليش تسيبيه على جنب علشان ما يبردش ويتقل منك ويعمل كتل، لازم تصبيه وهو لسه سخن معاكي. اعملي بقى خبطتين خفاف كده على الرخامة علشان كمان تساوي الوش بتاعها. لو حسيتي بقى ان الخليط كتير على الصينية ممكن بقى تفضي الباقي في قالب اصغر. انا بالنسبة لي اتبقى شوية فعملت كده على طول، وبرضو دهنت القالب التاني ووزعت فيه باقي صوص الكراميل ونزلت بباقي الخليط بالشكل ده. سيبيها بقى تبرد خالص وبعدين دخليها التلاجة شوية، طبعا علشان الجو برد هتلاقيها تجمد معاكي بسرعة. قعدت في التلاجة كده حوالي يعني ساعة. زي ما قلت لك ممكن تسيبيها بره لان الجو برد ممكن تجمد معاكي بسرعه، بس هتحتاج اكتر من ساعه ده لو انت مش حابه تدخليها التلاجة. اهم حاجه بقى سلكي الاطراف بتاعتها وحطي عليها طبق كده واقلبيها على طول. لو حسيتي انها ماسكه في الصينيه ممكن تسخني شويه ميه في صينيه تانية اوسع وحطيها على يعني فوق البخار حوالي كده كام ثانيه، هتلاقيها تتقلب معاكي بمنتهى السهوله، وفي الاخر هتبقى بالشكل الجميل ده. ما شاء الله حاجه تفرح القلب بجد، يعني في منتهى الجمال. ريحتها وطعمها بجد يعني حاجة كده جميلة قوي، ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم جدا. القطعة منها كده كريمية قوي وقوامها ناعم وغني، وحاجة بجد في منتهى الجمال. اي حد بجد هيدوقها مش هيصدق ابدا ان الجمال ده كله طالع من البطاطا، وعملناها من غير بيض ولا سمنة. عملنا تحلية لذيذة ومميزة هتخليكي بجد تحبيها من اول معلقة تدوقيها. البطاطا كتيرة وموجودة في السوق، يلا بقى جربوها ان شاء الله كده هتجربوها وهترجعوا تكتبولي على الطعم والريحة. ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك واستفدتي تحطي لايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش علشان توصلك كل فيديوهاتي وتشوفيني على طول. ان شاء الله هسيبلك المقادير وكل المكونات في اخر الفيديو تقدري تاخديها سكرين. اسيبكم في حفظ الله واقول لكم مع السلامة.